نحو الزراعة شعبنا استنفر، همة تحدي عزم متكامل، نزرع ونستثمر ونتصدر، وبالزراعة ندحر الباطل. لكن امسك نفسك لا تتوتر، هذا برنامج خط احمر، فيه اشياء ما تتصورها ومقالب فوق ما تتصور. يعني خط احمر، يعني خط احمر، اذا الزراعة شدت الهمة ما عاد بنحتاج للخارج، وباكتفاء ذاتي الى القمة، والمجتمع يتلمس الناتج. وقف وقف طيب وقف حلقي لبب حتى قلبي موت الشعر، من حقك تغضب تتعصب، هذا برنامج خط احمر. الله ما شد من مقلب بمقالب فوق ما تتصور. يعني خط احمر، يعني خط احمر، ريف اليمن محصولها واسع، واحنا لهذه المرحلة ياقو، نزرع وننتج خيري ونقاطع لمنتجات الغرب بعد اليوم. أين اليوم؟ أين اليوم؟ اليوم يومك والوعد غبار، واحذر لا تتصوب، احذر نفس الوقت وبات تتهوار، الأرض أرضي والخط أحمر، الأرض أرضي والخط أحمر. مرحبا يا استاذ، حياك. لا هشام زايد، حياكم الله. كيف حالكم؟ كيف انتم؟ كيف الدنيا؟ الله يديكم العافيه. اخباركم؟ كيف انتم يا استاذ؟ كيف حالكم؟ تواصلوا معكم من العلاقات، رسلوا لكم الاعلان؟ لا ما رسلوش، قالوا انا اوصل. ما رسلوش الاعلان؟ انا سالتهم امس قال لي توصل هناك بفهموك. هو بيني وبينك الاعلان هو عباره عن قفله. ايوه يعني هو موشن للشركه، وبعدها قفله الاعلان بتكون يعني المشاهير هم. انا ركنت عليهم قالوا لي خلاص رسلنا، يعني العلاقات ما رسلوا الركن. تفضل. يا شيخ انا عدسي بصير صابو. ايش اسمه هذا؟ ايش اسمه حق البطاطا هذا؟ الله يا ساتر. لا ما تخاف. هي وكالة الأرض الخصبة. أيوة الأرض الخصبة. ما لهش اسم العلاج. لا ذا سماد عضوي. سماد عضوي بس. ايوه غير متخمر. غير متخمر. هو معروف عند اصحاب البطاطا، بعد جينا في مزرعه بطاطا هذا عدم شغبوها قلنا مناسبه. شوف لو تقراه مرتين ثلاثه الاعلان. اقول الكلام هذا كله؟ لا شوف هو ضروري تلخصه، بس هم يشتوه هذا. انا فاهم انه أيوة. يشتوه. لاني دحين على حمله دعائيه من المشاهير كلهم سوشيال ميديا. هل تعاني من امراض المحاصيل هذه؟ حل طبيعي وفعال لمكافحة هذه الأمراض. سماد هذا فعلا نموذج ليبل محلي على اساس انه بيقول لك طبيعي وكذا. هذا هو. ايوه. اين المي؟ هل تعاني من امراض خليك معي؟ ايوه. هل تعاني من الامراض التي تقضي على محاصيلك الزراعيه مثل البطاط؟ الحل الطبيعي الامثل لدينا. بسم الله. تعرف تكبع يا صاحبي؟ ماشي لكن اتعلم يلا. امانه. هل تعاني من الأمراض التي تقضي على محاصيلك الزراعية مثل البطاط؟ يا أستاذ لو تمسك السمد في يدك. أيوه. بسم الله. يلا بسم الله. 3 ادخلنا عند الأرض الخصبة. يلا 3 2 معك يا أستاذ. يلا. خرج.
هل تعاني من الأمراض الخطيرة؟ لا يا استاذ المشمع قلبه. أوب. ايوه. 3 2 1 معك. هل تعاني من الأمراض الخطيرة التي تقضي على محاصيلك الزراعية مثل البطاط؟ يقضي على هذه الأمراض الخطيرة في أسرع وقت منع العادي. ذكر قسي عاد يعيد. عاقل. ايوه انا بنسمع هذا الذي جاي يصور الاعلان لهجتك كانه من تهامه. ايوه هذا الاستاذ محمد القصاب ممثل مشهور، بس فلت عروس البحر الاحمر لحد يدب كلها، وبدل ما يصطاد السمك جاي يعلمني كيف ازرع البضاع. وما نفعل به. ندخل له انا وانت. يلا. 3 2 1 معك. هل تعاني من الأمراض الخطيرة التي تقضي على محاصيلك الزراعية مثل البطاط؟ وكالة الأرض الخصبة. يا استاذ اللوحة هذا. هيا ما قد معانا لا تصوير ولا كاميرات. حياك الله. ما قد معاكم لا تصوير ولا كاميرات هنا. ما قد به. يلا بسم الله. عليك اخرتك. وبع وصلي على النبي، خلي الناس يشتغلوا. كيف حالكم؟ نسلم عليه أول مرة. ما قد بن معاكم لا تصوير ولا كاميرات. لا معنا حق البطاط هذا. ما قد تيت لنا. كيف حالك؟ هذا حق البطاط. هذا ما هو هذا. تفضل تعال تكلم معه. هذا ما هو هذا. يا حج علي هذا السماد حق البطاط. إعلان حق البطاط. اعلان. من نبع اعلان. هذا سماد فعال عضوي للمحاصيل حق البطاط. انه يعالج البضاضة. ايوه. من سرطان البضاط. لا الامراض العابره هذه الخطيره. هو سرطان قصدك. اسمه سرطان. سرطان البضاط. لا مش سم. هذا سمد. لكن السمد هو يضر ما شو. يا عاقل. ما هو الاعلان حقك ما تقول انت. اسمع الاعلان. نفعل الاعلان غير والله ضيوف اسكي والله انا معاكم على المجموعه. اسكي دقيقة يا اخي. انا بنبشر فيك. عادي فوق راسنا يا اخي. انا بنبشر. الضيف ما عليك ولا تقلق. انا بنبشر مع والله. هذه سقطت يا صاحبي. ما هو العلم حقك ولا بتخبى قفا شجره. لم بتخبى قفا الكرتون هذا الوكالة حقهم. ولا ما بيدخلك تخبى قفا على المه. علشان نخرج على طول نتكلم للكاميرا. يا حاج لو سمحت دقيقة بس، هو غير الاعلان دقيقة. ما انت لقيتك صورتك مجنون، ما عبلت خارج من وسط البطاطا. ما هذا حقك العيال، ما هو حقك. طيب انت مذيع وما هذا الاستاذ محمد القصاب. هذا الاستاذ مشهور قال تعال صلح هذه. هذا ما يفعل. عرفته؟ هذا الاستاذ محمد القصاب ممثل مشهور يا حاج. ما يفعل. مثل مشهور هو. يا اخي خليه يتم عمله نص طبع وهذا الادمي ضيف غير فكر. يلا يا استاذ يلا احنا ضيفك. دقيقة يا استاذ. تعال امسك هذه صلحها. تجي على المساواة يخرج وضع ما قدر يشبعها. لا يخرج للكاميرا. يلا بسم الله. يخرج وسط الكرتون. والله انك ناتج. والله ما مش مطمن. هذه ما تخلى والضيف ما مش مطمن يا عادي. طمن له ولا ما عليك منه فوق ظهرك. انت عليك كم قطعت علي يا كرم. يلا بسم الله يا شباب لو سمحتوا. ما استوتش يا بسمك. صبرات. ايوه يا شباب لو سمحتوا. يا حج لو سمحتوا. لا من ضروري تخرج وسط الكرتون وكيف الخبر حقكم. شو الكرتون؟ حج علي هالقص. يلا بسم الله. يا بسم الله 3 2 1 معك يا استاذ. يلا. هل تعاني من هذا الحمر قطع صدى الموقف كله. كذا الحمر بيوروس اعظم من هذا. يلا بسم الله 3 2 1 معك يا استاذ. ليك يا يخرجها. هل تعاني من الامراض الخطيره التي تقضي على محاصيلك الزراعيه مثل البطاطا؟ لدينا الحل الامثل. سماد عضوي غير متخمر يقضي على هذه. هذا الملح ولا لو سمحت يا حج. يا حج علي هذا قلنا هي 5 مليون طاحت في سبة السمد هذا. ما هذا عادي جديد. هذا عادي وكالة جديد. من ولد لك الاعلام منه؟ الشركة. ها؟ مالك صلي على النبي. لا صايح عادي. انا ضيفك يا اخي. من ولد الاعلان منه؟ فاهم اتكلم معه. والله ما يطفي المبلغ في واحد. اقرا لي الاعلان انا اقرا لها. انا رعوي انا ضيف عندك مشيت لك. انا بين اقول لك ولا تزعل نفسك ولا تصيح يا. اقرا خلي هذا مثل انا معاهم هذا. اقرا ما هو اقرا. اقرا له يبقى نسمع فيه يقول سمعت غير متخمر ما ادري. يا حج علي. حي بعد. حج علي.
هلا في هاي 5 مليون قد قرحت 5 مليون ما حيديهاش له. اسمعنا اسمع خلينا نقرأ له. هل تعاني من أمراض البطاطا التي تؤثر على محاصيلك وتقلل من إنتاجك؟ هل تبحث عن حل طبيعي وفعال لمكافحة هذه الأمراض؟ انا جيتوا لي بالبنادق ما تشتوا ما بتدوروا. عايز هور. هذاك سمع عاقل. خلاص. هل تعاني سماد عضوي غير متخمر يقضي على هذه الأمراض؟ يقضي على هذه خلي الناس يشتغلوا. عادي يا أخي احنا ضيفك يا أخي. عادي يا أخي احنا ضيفك يا أخي. من رخص لك هذا اسأله أكرم أنا ضيف عندك. من رخص الشركة منو ما ترخيص حقك؟ يا أستاذ هذا هو شركة. لا صيح يا أخي. هذا حق الأستاذ أنيس تعرفوه؟ من عندكم من من هو اللي ادالك الترخيص حق السم هذا؟ انا بنقول لك هذا أنيس من عندكم. هذا أنيس من عندكم. الحين احنا عندنا قد مش هو أنا عندي قد وقع في الماء في البطاطا قد قرحت 5 مليون. أيوه منها. وقع مرض سموه جو المختصين قال لك هذا يسموه سرطان. خليك انا بنقول لك كلام يجيب بحاجه من بندق هذا. لا يا أخي لا صاير. خلاص يا صلي على لا يا أخي. ما دام يضيف غير استحي. عيبتها مالك يا أخي. ما يستخدم السلاح يا أخي. لا يستخدم السلاح. لا ترفع سلاح. من هو اللي ادالك التصريح؟ هذا أنيس. من هو اللي التصريح؟ هذا تكلم مع المدير. الأستاذ أنيس احنا الإعلاميين جينا تبع الشركة. هذا أنا مدير. دخلت وزارة الزراعة. هذا تفهم معه عندك. هذا تفهم معه عندك. انتم مع الخلايا ولا مع من انت؟ هذا مع الوزارة. وزارة أستاذ أنا معك يا حاج. الأرض الخصبة. الأرض الخصبة. يا أكرم. وين التصريح حقك؟ وين؟ ولا يهمك حاضر ما صور شيء ما صور. يا حاج دحين اسمعني تسمع ما بتقول قلت لي ان السماد العضوي غير متخمر. انا قد جرحت 5 مليون. أمانة. هذا السماد هو اللي ينشر السرطان. في سرطان البطاطا يسموه. بره بذا يرجع امان قدر الحج علي في الضيف. قوموا يا رجال ضايف ولا الضيف 70 زله. جاء ملاطف حق. دحين لو ما تفعل لها سماد غير متخمر يا حاج احنا على لو ما تفعل لها سماد غير متخمر هذا بتقول انت هو ينشر وبعدها 4 سنين ما عاد تقدر تزرع محصول ابدا. ينتقل يا حاج انا اقول لك عقال صورتك يا حاج اسمع يا أخي أنا فوق السيارة. لا ترمي ولا شيء. طفي الكاميرا يا أخي. خلي طفي الكاميرا طفي لا طفي الكاميرا أنا فوق السيارة. اسمع طفي الكاميرا. هيا. يا حاج صلي على انا عاد ما عاد تصوير ما عاد يصور ما عاد يصور. يلا السلام عليكم. اسمعني ما بعد تدري غير التصريح حقكم يا حاج اسمعني انا حاجي بالخلايا بالجنان به يمهدوا. انا هي 5 مليون اللي طاحت 5. انا اقول لك مشي 1 ولا 2. ما تدفع على تكذبوا على نفس العمل الاول. يا حاج صلي على رسول الله. صلي على رسول الله. احنا انت علامي. بسرت موقع في عمراء بسرت ما ذاكوا فيه. انت بسرت موقع في عمراء ما هو 5 مليون. ما به قاعد يهرم بكله الطح بكله. ما طح ما هو. دحين احنا علامين ما دخلنا ماشي نصور عن الرحله. والله انا تصوير ما عرف التصوير. ما عاد تفعلوا مش اذا جيت تصريح اذا جيت تصريح مع فوق راسي. شي معك تصريح يا أخي فوق راسي. مع الشركة. هذا معنا أكرم. ما هو انت مش انت ما هو لا تقصد مش انت انا عندنا ضيف. هذا مدري هذا من ضيف. مدري مالك. لا تفعل الشداد. لا تفعل الشداد. ما يسواش هذا الكلام يا أخي. والله ما يصور ما يصور. والله لا يصور. والله ما يصور. والله ضيف ما يصور. والله لا يصور. والله ما يصور. والله ضيف كسر عليك. كسر عليك. انا ما اعرف اخلاقه. ما اعرف ما يصور. والله ما اعرف ما جاء انا ما والله ضيف لا تخبي. كيف هذا؟ كسر عليك. كسر عليك. انا ما اعرف اخلاقه. تيجي هكذا الله يستر. كيف هذا ولا ما الداي هرب لا لا يا مجنون. بين اقول لك هذا دم. بين اقول لك ما يا حاج أقسم بالله لو بين اقول لك انت ما عاد أدش ضيفي. انا كان رايح الربا خلاص هذا
يوي ما حنقبر انت حق انا تعال يا استاذ تعال. هذا ما يسمحش. جبتني هكذا. انت يا مجنون يا قروب. هذا ذم معاها جعل. اقسم بالله لو تقرب ما عاد ادش ضيفي. انا كان يحرم هالمجنون هذا. يوي ما حنقبر انت حق انا انت الله عندك انت. تعال يا استاذ تعال. هذا ما يسمحش. احنا ضيفكم. سهل. أول حاجة نقول لك يا أستاذ محمد كنت ضيف عزيز ولنا الشرف باستضافتك في برنامج خط أحمر، برنامج مقالب كاميرا خفية. والله اقنعتني انت بدور الشيخ وبعدين تاعب وهذا وين الجني هذا؟ لا بترفع الآلية على ضيوفك هكذا. ها؟ يا عيبتها. لا بترفع الآلية على ضيوفك هكذا. ها؟ يا عيبتها. نشي نوصل أول حاجة رسالة الأستاذ محمد للمزارعين. رسالة يعني للمزارعين. نصيحة بعد المقلب اللي تعرضت له. اللي تعرضت له انه ينتبهوا لهذه السموم الخطيرة التي كرهت فيها ملايين للمزارعين وأثرت على المستهلك أيضا. السموم الخطيرة التي كرهت فيها ملايين للمزارعين وأثرت على المستهلك أيضا. هم قالوا شركة الأرض الخصبة. أيوة صح. هي أرض خصبة لا تحتاج، هي تحتاج من ايش نسميهم التجار والمزارعين. المزارعين برضو مكافئين. التاجر او كذا انه لا يستعجل على هذا المشروع على هذا المحصول عفوا بهذه السمة الخطيرة، يصبر عليه علشان يقدم حاجة للمواطن يستفيد منها. بهذه السمة الخطيرة يصبر عليه علشان يقدم حاجة للمواطن يستفيد منها. انه اي اسمدة او اي اشياء تدخل لابد ان تكون مرخصة وتحت فريق فاهم في هذه الامور وتصل الى المزارع ومن ثم الى المواطن حاجة سليمة لا تضر بصحته. انا احييكم على حرصكم. انا اشكرك استاذ محمد ايضا. اقنعتني للامانة. انا افهم في المقالب ولكن انت اقنعتني بالفعل انك حريص على هذه المنطقة وانك رعوي بالفعل. انا اقتنعت انك رعوي بحقك الغزرة هذا اقتنعت يعني. فالشيء تعامل معك ما تحليش هذا فرصة لان اشياء راجع. انا قبل ما اوصل سالت قبل بدء التصوير سالت فكان يقول لي لا هذا سماد وانا امسلي له نتكلم معهم على انه سماد ليست سموم. هي شهادة اعتز بها من الاستاذ القدير محمد القصاب، يعني هو استاذنا وهو ممثل قدير واحنا وقت ما دخلت احنا بنمثل عليك انه ما نعرفكش. لكن الهربة ولا الاستاذ محمد القصاب غني عن التعريف وشخص يعتبر يعني استاذنا، وهي شهادة شكر اعتز بها تاج فوق راسي استاذ. بس كيف الهربة؟ الهربة بعد ما راح جاب فريق الهربة سنة والملقى يوم. كيف الهربة؟ احنا كذلك هنا قلنا لك انه مقلب. بالهربة بس فضحتني بالهربة. احييكم. الحين خلينا نقول اول حاجة يا استاذ احنا نتمنى اول شيء ايضا انك تكون سامحتنا على المقلب الخفيف اللي عملناه. لا والله سامحتك لان بدات اقتنع بكلامك. انا زعلت بس من الحركه حق الالي. انا ضد ايوه ان اي هو ضيف غلط. هي فكره مغلوطه ولا تحدث عند القبائل عامه انه واحد يرفع سلاحه فوق ضيفه، ولكن لاجل يكون لاجل مقلب وانت كنت تهدئه يعني. يا سلام. واحييكم. يا سلام. طيب يا استاذ محمد قبل الختام ايضا رساله اخيره اود ان توصلها للمشاهير، الناس اللي عندهم جمهور كبير ويعتبر شخصية مصدقة عندما يظهر في إعلان أو وهو يعلن لمنتج معين، ما هي رسالة تحب توجهها لهم؟ أوجه له رسالة أن يكف عن هذا الكلام وأن لا يعمل هذا الإعلان، والله غني عن كل ريال تحصله منه، لأنه هذا يضر ببلد بمواطن بأمة بأكملها. يا سلام. شكرا جزيلا للأستاذ محمد. شكرا يا أستاذ محمد. وهذا اقنعني انه راح يجيب نحو الزراعة الشعب نستنبر هم التحدي عزم متكامل، نزرع ونستثمر ونتصدر بالزراعة ندحر الباطل، لكن امسك نفسك لا تتوتر هذا برنامج خط أحمر.
فيها اشياء ما تتصورها ومقالب فوق ما تتصور. يعني خط احمر يعني خط احمر، اذا الزراعة شدت الهم ما عاد يبان نحتاج للخارج، وباكتباذتي الى القمة والمجتمع يتلمس الناتج. وقف طيب وقف حلقي لبب حتى قلبي موت أشر، من حقك تغضب تتعصب هذا برنامج خط احمر. يعني خط احمر يعني خط احمر، ريف اليمن محصولها واسع واحنا لهذا المرحله يا قو نزرع وننتج خير ونقاطع لمنتجات الغرب بعد اليوم. أي اليوم يومك والوعد اخبر، واحذر لا تتصوب احذر، نفس الوقت وبتدور الارض ارضي والخط احمر، الارض ارضي والخط احمر.